السلام عليكم. عايزة أحكي لكم عن نادرة من نوادر أحمد مظهر ومريم فخر الدين. صلوا على النبي وكل من النبي صلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. الأميرة إنجي والبرنس علاء. اللي حصل اللي حصل إن أحمد مظهر كان ضابط قد الدنيا في الجيش، كان بيشتغل مع عبد الناصر. ساب الجيش وراح يمثل دور البرنس علاء في فيلم رد قلبي. دي كان بداية الصداقة بين مريم فخر الدين والبرنس أحمد مظهر. لما سألوا مريم عن أحمد مظهر قالت ده أحسن ممثل في الدنيا، كفاية إنه عمل الناصر صلاح الدين. لو شفتوا أجمل الأفلام الموجودة في السينما هتلاقوا أحمد مظهر موجود فيها. ده كفاية إنه كان ظابط قد الدنيا وكان بيشتغل مع عبد الناصر، بس أنا بصراحة قلت عليه مجنون. حد يسيب عبد الناصر والجيش ويجي يمثل دور في رد قلبي وكمان يطلع شرير؟ بتحكي مريم وبتقول الفيلم كان بداية الصداقة بيني وبين أحمد مظهر، اللي الاسم اتقلب من تمثيل لحقيقة، بقى هو يقول لي الأميرة إنجي وأنا أقول له البرنس علاء. وبعدين بتقول هو الوحيد اللي من كتر ما هو صديقي وقريب لقلبي، هو الوحيد اللي بعد وفاته رحت معاه الدفنة. بتحكي مريم وبتقول اتصل بيا وقال الأميرة إنجي موجودة، فردوا عليه الخدم وقالوا له نقول لها مين؟ قال لهم قولوا لها البرنس علاء. فإذا جت تكلمه قالت له أنا خارجة. قال لها أنت رايحة فين؟ قالت له رايحة الوراق أجيب لحمة. فراح معاها يجيبوا اللحمة، وتاني يوم طبخها هو بنفسه بنفس الطريقة اللي مريم قالت له عليها. وبعدين في مكالمة تاني بيقول لها يا إنجي، قالت له أمر يا علاء. قال لها أنا نفسي في تين شوكي، قالت له بس كده من عينيا. بتحكي مريم إن هي زرعت له مخصوص 10 فدادين تين شوكي لصديق العمر اللي بيحب التين الشوكي. زي ما انتوا عارفين مريم كانت عفوية واللي في قلبها على لسانها، ومش أي حد ممكن تحبه وترتبط بيه، بس أحمد مظهر فارس السينما المصرية كان يستاهل كده وأكتر. دي كانت حكاية لحمة الراس والتين الشوكي بين أحمد مظهر ومريم فخر الدين، وأنا أختكم همسة ودي قناتي. من فضلكم ادعموني عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.